إنك ميت وإنهم ميتون. الآية دي دخل علينا الصيف دخلة ما فيهاش رحمة، درجات الحرارة في مصر بقت فظيعة جدا. طيب عشان أختصر وقت الفيديو أنا كنت بحاول أدور على حل للعربية بتاعت مراتي سوزوكي ماروتي، عربية طبعا صغننة كده أهو، لا فيها تكييف ولا أي شيء، كويس إن فيها دركسيون. كنت بحاول أدور على حل وسط بحيث إن في الجو الحر الشديد نلاقي نسمة هواء جوه العربية، عشان كنا بنتخنق أكننا قاعدين جوه قلب بيضة مسلوقة. فبعد لف ودوران وحاجات كتير لقيت إن الحل الوحيد طبعا غير تركيب التكييف، لأن التكييف هيبقى مكلف جدا ومش أي عربية يركب عليها والكلام ده. فلقيت ان قصه مروحه خارجيه للعربيه، طبعا العربيه فيها مروحه داخليه بس بتجيب الهبو بتاع الموتور والكلام ده. فلقيت فكره تركيب مروحه فكره ممكن تكون معقوله، فحبيت اشارككم التجربه الغريبه بتاعتي. النهارده انا جايب لكم المروحه الشقيه. انا مش عارف ايه ده، انا مش عارف ايه ده، ايه ده وايه دي، ايه اللي السكر الاصفر ده، ايه الفكره منه يعني، ايه ده عشان يبقى ماشي مع لون المفتاح؟ ايه ده، ايه ده؟ طيب ما علينا. اولا لو انت اول مره تشوفني انا اسمي محمد فاروق، قناه اسمها تجربه كار. حاول تشترك في القناه وتدوس لايك لو عجبك الفيديو، لو مش عجبك دوس برضه لايك مفيش مشكله. المروحه دي ساعه ما اشتريتها وقت تصوير الفيديو شهر 8 2024 سعرها عامل 400 ل 450 جنيه. طبعا هي صيني، الموضوع منتهي، والخامه بتاعتها على قد حالها، مش خامه ممتازه. طبعا في كذا نوعيه بس انا جبت نوعيه معقوله شويه، الخامه بتاعتها يعني نوعا ما ماسكه نفسها، لان دي بلاستيك بالكامل بنسبه 2% وهتتحط على طابلوه العربيه، فطبعا الشمس ضربه فيها ليل ونهار، فلازم تكون خامه معقوله. المروحه دي فكرتها ان هي عباره عن مروحتين جنب بعض بتلف في كل الاتجاهات. بص كده، كل الاتجاهات، يمين شمال، وفي روتيت للمروحه نفسها. يعني ايه؟ لو عايز توجهها ناحيه الازاز بتاع العربيه، بس طبعا ده الوش بتاعها اللي فيه زرار بتاعها، الظهر ما فيهوش اي حاجه، عباره عن مروحتين طبعا مش بيتحركوا اثناء ما هم شغالين، هم ثابتين بس تقدر تحركها توجهها الاتجاه اللي انت عايزه. المروحتين بيشتغلوا بنفس السرعه. المروحه دي ما فيهاش غير زرار واحد، اوف، اول سرعه، تاني سرعه، شكرا على كده. باختصار كده اقول لكم المميزات والعيوب في المروحه دي. لو العربيه راكنه في الشمس، العربيه مخزنه سخونه شديده، ما تفكرش تشغل المروحه دي. ليه؟ لان المروحه دي ما بتجيبش هواء ساقع، دي مجرد مروحه هتجيب لك الهواء اللي جوه العربيه. بمعنى العربيه راكنه في شمس شديده، مش مغطي العربيه، مفيش ظل، فالعربيه درجه الحراره جواها مثلا نفترض انها ممكن تكون 50 55. المروحه دي بالصلاه على النبي هتنقل لك درجه حراره هواء 50 55، وهتفتكر قول الله عز وجل تلفح وجوههم النار، هتبقى كارثه. فما تفكرش ان انت تشغلها لو العربيه راكنه في الشمس شمس شديده، لان هي مالهاش علاقه، هي بتنقل لك درجه حراره الجو بتاع الغرفه بتاع صالون العربيه. درجه الحراره في العربيه لو 25 هتجيب لك هواء 25. باختصار اعتبر ان هي اكنك ماسك كشكول وقاعد بتهوي. عارف لما تبقى قاعد كده عند دكتور مستني دورك وعمال تهوي كده والدنيا خانقه؟ هي نفس القصه. لو الهواء سخن هتجيب هواء سخن، الهواء متوسط تجيب هواء متوسط، الهواء ساقع هتجيب هواء ساقع. فهي لو العربيه كانت في شمس شديده ما انصحكش تشغلها. طيب لو راكن العربيه في ظل، درجه حراره العربيه او صالون العربيه كويس، هتبقى تجيب لك هواء معقول. بالليل انا جربتها بالليل، جربتها في الشمس وجربتها في الظل عشان ابقى نقلت الثلاث تجارب. بالليل كويسه جدا، يعني ممكن تقفل ازاز عربيتك وتشغلها، ترحمك بقى من التراب اللي بره والكلاكسات. لو عربيه ماشيه قدامك مفوته، العربيات الربع نقل ما اعرفش المرور بيروح فين من العربيات دي، العربيات اللي بتبقى مفوته الديزل والكلام ده كله هتنقذك من الكلام ده كله. لو انت ماشي بقى حواليك دوشه شديده، تراب، بتتكلم في الموبايل مش سامع مش عارف ايه، فممكن تقفل الازاز وتشغل المروحه دي، او تشغلها وهي الازاز مفتوح عادي، ان هي مش فريون عادي، دي مروحه عاديه جدا. الميزه بالليل او لو الهواء درجه حرارته معقوله تنسم كده عليك، لكن العربيه لو راكنه في شمس ومخزنه سخونه محترمه هتدخلك هواء سخن لحد ما تفتح الازاز وتبدا بقى الهواء السخن الكاتم جوه العربيه يبدا يطلع، ساعتها تشغلها تلاقي الدنيا معقوله. فهي لا يعتمد عليها في الحر الشديد قوي او في الشمس الشديده قوي. طيب جربتها بقى بالنهار في الحر بس العربيه راكنه في الظل، يعني سبت العربيه في الظل ساعتين ثلاثه ورحت جربتها، فتحت الازاز كده العربيه هوت وشغلتها، معقوله جدا. كمان فيها ميزه ان هي مش بتشتغل مع الموتور، يعني هي بتشتغل مع الولاعه بتاعت العربيه اهو، عادي جدا، بتركب زي شاحن الموبايل وزي اي حاجه. مجرد ما تحط الجاك ده في الولاعه تشغل السرعه الاولى، السرعه الثانيه، وتطفيها، فهي شغاله مع الولاعه. فانت ممكن العربيه وهي مطفيه لو انت قاعد مستني حد ممكن تشغلها، فحاجه كويسه. كمان السلك بتاعها طوله معقول، يعني حوالي متر تقريبا، متر وربع حاجه زي كده، فممكن لو ولادك او حد راكب معاك ورا، حد كبير في السن، حد حران راكب ورا، فممكن تديها له، يعني ممكن هي بيرتابل كده متحركه، فممكن تديها اللي راكب ورا يحطها، او لو في سفر الاولاد معاك مش عارف ايه الكلام ده كله، حرانين ورا الدنيا كاتمه، او العربيات اللي ازازها ورا ما بتفتحش او الكلام ده كله، فممكن تحطها في اي مكان في العربيه تنقلها او الكلام ده. المروحه دي هي ما بتركبش مسامير، هي جايه معاها دبل فيز زي ما انتم شايفين كده، الحتتين دول مقعرين شويه هنا وهنا اهو،
بيجي معاهم دي الكرتونه بتاعتها، مش مكتوب عليها اي حاجه، شويه معلومات عاديه جدا. لو نويزي يعني المفروض ان الصوت بتاعها مش دوشه قوي، هي صوتها مش مزعج قوي، معقول، الدنيا معقوله. 2 سبيد، سرعتين، اول راوند ادجستمنت يعني بتلف في كل الاتجاهات والكلام ده. علبه عاديه جدا ما لهاش اي لازمه. وبيجي معاها الدبل فيس ده اهو. ده المفروض ان هو اذا حبيت بيركب هنا اهو في الشريحه اللي تحت هنا كده، بيركب هنا قده بالظبط، وبتشيل الجزء الاصفر ده وبتلزقها. بس انا ما رضيتش الزقها في العربيه لسببين: اولا لو حبيت انقلها في اي مكان، ثانيا لان انت في الشتاء مش محتاجها فتفضل منقوعه في الشمس، الشمس هيأثر عليها، فانا هركبها في العربيه في الصيف فقط لا غير. النقطه بعد كده ان هي ليها سرعتين، السرعتين تقريبا واحد، يعني انت بتشغل على السرعه رقم 1 بيبقى هواها قوي كويس. بصراحه انا توقعت هتبقى اضعف من كده، لان المروحه صغنططه زي ما انتم شايفين، يعني بصوا بالنسبه لكف ايدي قد الكف من غير صوابع تقريبا، فهي حجمها مش كبير، فتوقعت انها تبقى ملهاش لازمه. بس ركبتها لا، لقيت الهواء بتاعها بصراحه الباور بتاعه كويس، يعني اقوى من المروحه بتاعت العربيه كمان، فدي برضو ميزه. بس السرعتين تقريبا زي بعض، يعني الفرق بينهم مش كبير. ما تتخيلش ان السرعه الثانيه، لا الثانيه بتزود مثلا نقول 20%. طيب نقول سلبياتها. سلبياتها اولا ان هي الخامه بتاعتها ضعيفه شويه، يعني لو وقعت وقعه حتى جوه العربيه ممكن تتكسر. طبعا ما لهاش صيانه، ما لهاش ضمان. سعرها نسبيا غالي، 400 جنيه. طبعا 400 جنيه النهارده دي اللي هي افريج $6، يعني احسب اي حاجه بالدولار، اي حاجه مستورده بالدولار عشان تعرف سعرها الحقيقي. احنا العمله بتاعتنا كل سنه وانت طيب، فهي دي سعرها حوالي $6، فما فيش ارخص من كده. وزي ما قلت في كذا خامه منها، بس دي نوع كواليتي معقول نوعا ما، طبعا كله صيني، ما فيش حاجه غير كده. هي من السلبيات كمان ان انت لو في الشمس في الحر الشديد هتلاقيها مش بتعمل حاجه، بتدخل هواء سخن، لكن هي احسن من ما فيش. دي اعتبرها اكنك ماسك كده كرتونه ولا كشكول وعمال تهوي على وشك، فدي ميزتها في كده. المروحه بتاعت العربيه بقى لو شغلتها بتجيب لك هواء سخن، لانه بيبقى جاي من الموتور، من ناحيه الموتور. انما دي درجه حراره العربيه لو كويسه بعد الساعه 5 6 او بالليل او الكلام ده تبقى كويسه، او لو راكن عربيه في الظل وشغلتها تبقى كويسه. باختصار احسن من ما فيش. لكن ما تتخيلش انك تركب العربيه واقفه في الشمس مخزنه سخونه تشغلها هتضطر عليك، لا مش زي مروحه البيت. مروحه البيت بتبقى بتاخد درجه حراره الغرفه، يعني جوه البيت مثلا ما فيش حد بيته بيبقى جوه شمس مباشره ضربه في المروحه، فجوه البيت مثلا درجه حراره تبقى مثلا 35 32 ايا كان وات ايفر، فالمروحه بتجيب لك الهواء ده. انما دي درجه حراره العربيه بتبقى 50 واحيانا 60 وممكن اكتر في الحر الشديد، فهتجيب لك هواء درجه حرارته 50 و60، فهتلاقي نفسك على طول اكنك مشغل سشوار، يعني انت ماسك سشوار وعمال واخد بالك حاجه لا تحتمل. انا رايي اخواتنا وحبايبنا اللي راكبين عربيات ما فيهاش تكييف، ربنا يا رب يرزقكم بعربيه مكيفه باذن الله، ما فيش حاجه تبعد على ربنا، لكن الى هذا الحين فدي مش وحشه. انا عايز اقول لك كمان ان لو عربيتك مكيفه تقدر تجيب المروحه دي هتوزع الهواء كويس. يعني عايز اقول لك ان دي فيها ميزه، تحطها على النضاره بتاعت العربيه ورا، تطول السلك ده، او لو ولادك راكبين ورا والتكييف مش واصل لهم، في عربيه بتبقى تكييف نص ونص، فدي هتساعد معاه. يعني ممكن حتى العربيات المكيفه انا انصح بمروحه زي دي لانها هتبقى حلوه. يعني انا ما جربتهاش في العربيه المكيفه معايا، لكن اكيد هتزود الباور بتاع الهواء لما العربيه تسقع كده، دي هتوزع الهواء اقوى، هتساعد مع المروحه بتاعه التكييف، هتبقى كويسه جدا. لكن العربيه اللي مش مكيفه هي تعتبر حل رخيص ومعقول، لان ما فيش حل تاني غير انك تحط فيها تكييف النهارده معدي ال 10 12000 على الاقل، والله اعلم بنتيجتها هتبقى ايه. بس حبيت انقل لكم التجربه بتاعتي. المروحه دي انصح بيها اللي هتنفع معاه، اللي مش هتنفع معاه يبقى خلاص يوفر 400 جنيه يروح يحط عليهم 200 جنيه ويجيب غطا العربيه. لو عجبك الفيديو، انا اسمي محمد فاروق، قناه اسمها تجربه كار. ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين وادعوا لابني بالشفاء، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. سلام.